السلام عليكم اخوات. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه لتشقير الشعر اللون الاشقر. هنا البنات كنحتاجو الكركم البلدي مطحون، من الاحسن تاخدوه طحنوه ولا تشريوه، يعني شي حد ثقه، يعني شي عطار كتاخذ من عنده العطريه يكون كركم بلدي. وكنحتاجو قهوه سريعه الذوبان وملعقه كبيره ديال الصابون البلدي والاكسجين مرة 9 وزيت العود وجوج بيضات. عندكم ماء البلدي ديروه، ما عندكمش اكتفيو غير بهذا الرومي، ما عندكم مشكل. صافي هنايا كنخلطوا المكونات. كنبداو بالبيض. انا عندي جوج بيضات كما وريتكم. كنخلطوا هاد البيض مزيان ومن بعد كنضيفوا له الكركم. هو المكون الاساسي في هذه الوصفه، هذا هو السر اللي كيعطيك اللون الاشقر. الكركم البلدي هو اللي كيعطيك اللون الاشقر. ما كما كتعرفوا البنات، يعني البيض غني على التعريف، زين في بروتينات وزين للشعر. وهنا معلقه كبيره ديال الصابون البلدي، انا ما عنديش معلقه كبيره، اكتفيت بداكشي اللي عندي. نتوما ديروا معلقه كبيره، راهو زين للشعر وتبارك الله ما شاء الله، يعني كينقي الشعر زوين، كينقي الفروه ديال الراس من القشره وزوين. صافي كنخلطوا المكونات، البيض والكركم مزيان، كنتحصلوا على هذا الخليط هذا كيجي على هذا الشكل هذا. صافي هنايا البنات غنزيد معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. انا عندي هاد القهوه شابه المهم اللي عندكم قهوه سريعه الذوبان. كنخلطوا مزيان حتى كيذوبوا لينا دوك الحبيبات ديال القهوه، ما يبقاوش يعني تبقاو في التحرك، حركوا حتى كيذوب لكم كامل داكشي كيتخلط. صافي نتمنى البنات الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من واحد اللايك ولا اشتراك اللي ما اشتركش في القناه يشترك. وصافي هنايا غنزيدو نص كاس. هنا درت، نتوما عندكم كاس كبير ديروا نص كاس، انا هنا درت كاس صغير. هنا في الصحراء معروفين هاد الكيسان كنديروا كاس ديال اتاي. المهم درت كاس صغير ديال الزيت، زيت العود. الا عندكم ديروا زيت اللوز ديروه نحلو. هنا انا درت زيت العود. صافي كنخلط مزيان المكونات كيجيو لهذا الشكل، يعني كيبيض خلاطه البنات. وهنا غنزيدو على المكون الاساسي والرئيسي كذلك في هذه الوصفه اللي غيعطينا اللون الاشقر، حيت الا ما درتوش ما غاديش يجيكم داك اللون الاشقر اللي بغيتو نتوما. بهاد المكونات الا ما دروش هاد الاكسجين هذا النمره 9 البنات، عقلوا عليها النمره 9. كديروا معلقه كبيره منه، كتعمروها مزيان وكتخلطوه مزيان. هاد المكونات راه ما تخافوا والو، ما غيجي لكم والو حيت مخلط مع هاد المواد الطبيعيه، ما تخافوا والو البنات. صافي كنخلطو مزيان وصافي. ملي كتخلطوا كتبداو كتمشوا شعركم مزيان. من الاحسن ديروا على الشعر الموسخ البنات باش تخليوه فيه مزيان واحد ساعه تقريبا، ساعتين ولا ساعه على حسب اللون اللي مني ديروه. كطلعوا حتى كتشوفوا القياس ديال اللون اللي بغيتو نتوما وكتحبسوا. كتبداو بالاطراف البنات نتوما غاديين حتى المهم تعمروا شعركم مزيان. ديروا عليه سالوفان ولا واحد شي بون الا عندكم، ما عندكمش كديروا سالوفان وتخليوه تغطوه. تبداو تطلعوا على اللون حتى تشوفوا اللون اللي بغيتو نتوما وكتحبسوا. المهم ساعتين، ساعه ونص، السوايع اللي بغيتو نتوما. صافي وكتغسلوا شعركم من بعد كتنشفوا كترطبوا بالزيت اللي كترطبوا شعركم. بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم الوصفه. ما تنسونيش من لايك. السلام عليكم.